أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا حتى يطمئن قلبي. النهاردة هنتكلم عن كلمة رغم إنها من حروف قليلة إلا إنها أتقل كلمة على اللسان، وهي كلمة أنا آسف. كتير مننا بيشوف الاعتذار إهانة أو تقليل من الكرامة، ويفضل يبرر ويجادل عشان ما يطلعش غلطان. والحقيقة اللي اتعلمتها من سنين خبرة في فهم النفوس إن الاعتذار هو أعلى درجات التصالح مع الذات. الإنسان القوي بس هو اللي بيقدر يعتذر، أما الضعيف فبيخاف على صورته المهزوزة قدام الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الأوابين، والأواب هو الشخص اللي دايما بيرجع الحق. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حتى الأنبياء وهم معصومين من الخطأ في الرسالة علمونا إزاي نعتذر لربنا وللنفس. شوفوا سيدنا آدم عليه السلام لما أخطأ ما فضلش يبرر، لكن قال فورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الاعتذار هو اعتراف بالإنسانية، وهو اللي بيفتح باب الرحمة اللي كان مقفول بسبب الكبر. وعشان نشوف عظمة الاعتذار في واقع الصحابة، خلونا نفتكر الموقف اللي يهز الوجدان بين سيدنا أبو ذر الغفاري وسيدنا بلال بن رباح. في لحظة غضب سيدنا أبو ذر قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، كلمة قاسية جدا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عرف قال له يا أبا ذر أعايرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر ما صبرش، ما بررش إنه كان متعصب. عمل إيه؟ راح لبلال ووضع خده على التراب وقال والله يا بلال لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأه بقدمك، أنت الكريم وأنا المهان. ده مش ذل، ده تطهير للروح من الكبر. طبعا سيدنا بلال بقلبه الكبير عفى عنه وقبله، ورجعت المودة أقوى مما كانت. رسالتي ليكم من قلب محب، الاعتذار مش بس كلمة آسف، الاعتذار هو تعهد بعدم التكرار. لو جرحت حد ما تخليش الكبر يضيع عليك أجمل ما في حياتك. الاعتذار بيغسل القلب من السواد وبيرجع السكينة.